هاد الوصفة وهاد الأكلة هادي معروفة من زمان كنديروها، ولكن مؤخرًا وكيطلعوا لي فيديوهات ديالها أن الناس كيديروها بزاف وكيجربوها وكيقادوها، وكاين اللي عمرو ما قادها ولا جربها. إيوا قلت علاش لا نقادها معاكم ونعاود نجربها معاكم، واخا ديجا كنديرها كتجي رائعة جدًا. ويا ريتني ما درتها حيت راه ما يمكن جات بنينة بزاف وما تشبعيش منها. أنا غير اللذة ديال الروز جاتني خطيرة، عرفتي ما تشبعوش منه البنات. بغيتكم تجربوها ضروري هاد الأكلة، وحتى الوليدات كيحماقوا عليها بلا قياس. في المتناول. تبعوا الفيديو حتى الآخر باش نعطيكم الطريقة والمقادير، واللي كيشوف قناتي أول مرة ما ينساش يفعل الجرس أو يتابونا عندي باش دائما يبقى يوصلكم كل ما هو جديد. نبداو على بركة الله. أول حاجة هنا غادي ناخذ بول، غادي ندير فيه 2 المعالق كبار ديال صوص صويا تكون عاقدة. تكون عاقده بحال هكذا كيف ما كتشوفوا. نديروش الجاريه حيت الجاريه قد ما درتو فيها ما كنعطيكمش اللون وكتكون فيها البنه لا علاقه. تنخذ تكون بحال هكا تكون جاريه. نص معلقه كبيره ديال المطارد ومعلقه صغيره ديال الهريسه هما عامراج وعصيره الحامضه. بالنسبه للهريسه تبقى اختياريه، ولكن حتى هي كتعطي واحد البنه زوينه في الدجاج. صافي هنا بعد ما درت هاد السوائل هما الاولين، هنا غادي نبدا ندير في العطريه عندي التحميره، القزبر يابس، البزار، سكينجبير والخرقوم وشويه الملحه ديروا غير شويه حيت راكم عارفين الصوصه كتكون مالحه يعني ديروا بحسب ان اي حاجه ضفتوها راه فيها الملحه. وما تنساوش ديروا الصدف صوص ديال الثومه حتى همايا. علقه ديال العسل انا درتو حر، نتوما عندكم العادي ضيفوه. صافي غنخلطوا كلشي وغندير شويه ديال الزيت الزيتون عفوا. صافي وغادي ندير هاد الدجاجه غنحاول ندخل فيها العطريه من الداخل ومن برا. غنخليها على سترها حتى كتشرب ديك العطريه وغادي نمشي باش نوجد الروز. ديجا كنت سلقت الروز وصفيته وخليته على جنب. هنا خديت الروز ما تسلقوش بزاف يعني غير يدخل فيه وطفيوه. هنا خديت بصله شلطتها ضفت فيها الكميه الكافيه ديال صوص صويا ومعلقه صغيره ديال الهريسه وربيع مقطع. صافي وغادي نضيف هنايا شويه الملحه شويه ديال سكينجبير شويه ديال البزار فقط وتحميره. كنخلط كلشي بحال هكذا وما تنساوش الخرقوم طبيعه الحال. كما كنشوفوا غنبقى نخلط فيها بحال هكذا. البصله ما غنطيبهاش بزاف، غتكمل الطياب ديالها في الفران. هنا من بعد ما نسجموا لي العناصر غادي نضيف داك الروز اللي قلت لكم ضفتو. انايا ما سلقتوش انا بزاف، حاولوا انكم تخليو. الا كنتو غديروا الروز العادي اللي كيكون مهرس ما تسلقوش نهائيا، هذاك كيطيب بوحدو في الفران. انا ما بغيتش ندير الروز خضر هنايا حيت كاين الا كانت الدجاجه شويه صغيره دغيا كطيب لكم. دونك الروز غادي يبقى لكم خضر، اللهم سلقوه نص سلقه باش هكذا ملي كديروا كيطيب لكم كيجيكم هو هذاك. هنا غناخذ الدجاجه غنحاول اني نعمرها مزيان كيف ما كتشوفوا. غناخذ هذوك الرجلين ديالها كنحاول اني نحزمهم باش هكا كيتجمع ليا الدجاجه ما كتحلش ليا في الفران. غادي ناخذ دوك العواد وغنحاول انني نثبت الفخوطه ديالها بحال هكذا بهذا الشكل هذا. نثبتهم من كلا جهتين باش كما قلت لكم ملي كتكون كطيب ما كتحلش لكم وتفرقع ويخرج لكم داك الروز كيكون فيها لداخل بهذه الطريقه هذه. صافي كما كتشوفوا غنخليها هكا على جنب. غادي ناخذ طاوه، انا طاوه او مول او اي حاجه عندكم غنكب فيها زيت الزيتون. انا كثرت زيت الزيتون هنا حتى هو كيعطي واحد البنه زوينه. خديت البصله قطعتها دوائر. صافي ومن بعد ناخذ ديك الدجاجه ونحطها بحال هكذا. غادي ناخذ ورق ديال الطبخ غنفزقو بالماء وغادي نديرو فوق منها وغادي ندير بابي الومنيوم وغندخلها للفران. هنا كما كتشوفوا كانت ديك المريقه اللي بقات فيها واحد نص كاس ديال الماء وضفتها بحال هكذا. ضروري ديروا شويه الماء باش ما تجيكمش ناشفه، واخا البصله كتطلق الماء هي والدجاج. غادي نديرها من الفران من الفوق ومتعدعه فيه مهيله تطيب على خاطرها. غتشد لكم تقريبا ساعه حتى ساعه ونص على حسب الدجاج. والدجاج ما ديروش يكون كبير بزاف، خليوه شويه صغير ويكون شويه صغير باش دغيا كيطيب لكم ما كيشد لكم بزاف وما يعذبكمش. هنا بعد ما طابت لي الدجاجه كما كتشوفوا شديت معلقه ديال العسل العادي او الحر اللي عندكم نتوما. غنخلطهم بجوجهم وغندهن بهم الدجاجه حيت ديك هذا هو السر كنخلي الدجاجه كتجي تحمر بزاف. انا مبغيتش نحمرها بزاف، خليتها بهذا الشكل هذا. ملي حمرتها غنحيد دوك العواد اللي كنت مثبتاهم. شوفوا معايا الدجاجه بقات كيف ما هي، ما تحلات ما تفرقعات ما حتى شي حاجه، والروز ما خرجش منها بقى كيف ما درتو في الاول. كتشوفوا معايا الشكل كيفاش كتجي رائعه. انا غنحلها معكم هنا بالمقص باش تشوفوا كيفاش كتبان من الداخل. فعلا كتجي رائعه. هذه تقدروا انكم ديروا الكميه اللي بغيتوا. انا هنا اكتفيت نخليها بهذا الشكل. تقدروا نتوما انكم تقدموها مع شي سلطه مع الفريت مع اي حاجه بغيتوا. راه ديال تحميره الوجه للضياف او ليكم نتوما وليداتكم. جربوها بطريقتي راه كتجي خطيره. والى فيديو قادم صحه وراحه.